قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يلا نكسب شوية أجر مع بعض. صلوا على رسول الله واستغفروا الله. انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. قاتل مأجور من المافيا اسمه روكو بيقتل عيلة إيطالية مكونة من 4 أفراد بكل دم بارد، عشان كان فاكر إنهم عيلة منزوني. بياخد صباع من صوابع الأب ويبعته لرئيس المافيا دون لوكيسي اللي قاعد حاليا في السجن. بس بعد ما بيحللوا البصمات بيكتشفوا إن روكو قتل ناس غلط، فيؤمروه يكمل يدور على العيلة الصح. عيلة منزوني الحقيقية كانت في السكة عشان تسيب أمريكا وتروح تعيش في نورماندي فرنسا ضمن برنامج حماية الشهود بتاع FBI. العيلة مكونة ان الاب جيوفاني اللي هو كمان كان رئيس مافيا، ومراته ماجي، وولادهم بيل ووارن، ومعاهم كلبهم مالافيتا. سبب تنقلهم المستمر وتغيير اسمائهم هو دون لوكيسي اللي حاول يقتل جيوفاني من سنين عشان كان خصمه في عالم المافيا. جيوفاني وقتها عشان يرد الضربة بلغ عنه البوليس، والبلاغ ده خلى دون لوكيسي يتسجن، ومن ساعتها ورجالة لوكيسي بيدوروا عليه عشان ينتقموا منه. العيلة بتوصل بيتهم الجديد في نص الليل بعد ما بيشغلوا الكهرباء وبيولعوا نار للتدفئة. جوفاني يقول لهم انه طالع ياخد لفة في البيت، بس الحقيقة انه بيطلع جثة من شنطة عربيته ويدفنها في الجنينة ورا البيت. الصبح الكل بيصحى يستعد ليوم جديد في حياتهم الجديدة. ماجي بتخرج تتفرج على المدينة وتشوف فيها ايه، بس أسوأ توقعاتها بتتحقق لما النادلة في الكافيه تقول لها ان دي مدينة صغيرة وما فيهاش حاجات كتير تتعمل. بعد كده تروح محل بقالة تشتري شوية حاجات وتسمع البياع وكام زقون بيشتموا في الأمريكان، متخيلين إنها مش فاهمة عشان بيتكلموا فرنساوي. ماجي بتتعصب تاخد زجاجات حمراء وجركن بنزين من الرفوف وترميهم في المخزن ورا وتشعل فيهم النار بولاعة، وبعد كده تدفع حسابها بسرعة وتخرج من المحل قبل ما كل حاجة تنفجر. بعد كده تقعد تتغدى في مطعم فاست فود وتلفت أنظار الناس كلها لما تشرب الصودا بصوت عالي، وبعدها تروح تزور الكنيسة وهناك تتعرف على القسيس وتبدأ تصاحبه. بيل وارن بيروحوا مدرستهم الجديدة. وارن بسرعة يتخانق مع شوية متنمرين بيضربوه في حمام المدرسة بعد ما كلمهم بطريقة مستفزة. وقت الغدا يقعد مع أخته ويحكي لها عن كل المعلومات اللي لمها عن الطلبة والمدرسين عشان ناوي يعمل شبكة مافيا صغيرة في المدرسة. بعد انتهاء اليوم الدراسي بيل بتمشي في طريقها للبيت، وساعتها عربية فيها 4 ولاد مراهقين بتبدأ تلاحقها وبيطلبوا منها تخرج معاهم. في الأول بترفض، بس بعد شوية بتتوه في المدينة فتقرر تركب معاهم، بس بدل ما يوصلوها البيت بياخدوها على مكان جنب البحيرة الشباب عادة بيخرجوا فيه. بيل تطلب منهم يرجعوها، لكن اللي سايق يقول لها تهدى وتقعد ويبدأ يتكلم معاها بطريقة كلها تلميحات مش كويسة وبيشد حزام فستانها لتحت. بس بيل مش بتسكت، بترجع العربية وبتجيب مضرب تنس وتضرب بيه الولد ضرب جامد وتقول للباقيين يتعلموا يحترموا البنات، وبعد كده تاخد عربيته وتروح بيها على البيت. في الوقت ده جوفاني بيخرج لبوابة البيت عشان يشرب سيجارة مع انه المفروض ما بطل. بياخد باله بسرعة ان في عملاء من FBI مستخبين حوالين المكان بيراقبوه، فيرجع جوه البيت ويقرر يفتش أوضة الزرع الزجاجية. بعد ما يخرج شوية حاجات من جواه يلاقي ماكينة كاتبة ولسه شغالة. وقتها بيحس انه جه الوقت يكتب مذكراته اللي فيها هيوصف ازاي استلم شغل العيلة من ايام جده من زمان. لما جوفاني بيتوقف علشان ياخد بريك بيقابل جاره من خلال الجنينة اللي متوصلة بين بيوتهم، وبيخترع قصة عن انه كاتب لما الجار بيسأله عن شغله. في المساء العيلة كلها قاعدة مع بعض على العشاء ويزورهم روبرت ستانفيلد عميل FBI المسؤول عن قضيتهم. بعد ما يوافق على قصة جوفاني انه كاتب بيسأله عن صاحب محل اختفى مؤخرا، وجوفاني بيقول انه ملوش علاقة بالموضوع رغم انه هو اللي قتله عشان باعه سمك قال انه طازة وهو كان متلج، وده الجسم اللي كان موجود في الشنطة بتاعته لما وصل البيت. وستانفيلد بيذكره انه ما يعملش مشاكل، وقبل ما يمشي بيقول له ان العملاء اللي هيحموه ويحرسوا له البيت من بره هم ديتشيكو وميمو. جوفاني بيروح ينام جنب مراته في السرير وبيحلم بكابوس عن حفلة الشواء اللي عملها من سنين، واللي كانت المناسبة اللي اختارها لوكيسي علشان يعملوا اضراب. في اليوم اللي بعده جوفاني بيكون مشغول بكتابة مذكراته، ومراته ماجي بتطلب منه يقول لها هو بيكتب عن ايه، وبتنزعج جدا لما تعرف انه بيكتب مذكراته.
لأن ده ممكن يجيب لهم مشاكل كبيرة. وبعد كده بتاخد صينية أكل محضراها مخصوص لديتشيكو وميمو، وبتروح توصلها ليهم وتطلب من جوفاني إنه يتأكد من مية حنفية لأن المية بتطلع بنية والسباك اللي اتصلت بيه لسه مش جاي. في المدرسة وارن بدأ يتعرف على أصحاب جدد وبيستخدم معلوماته والأغراض المسروقة علشان يخليهم يشتغلوا معاه. بيل من ناحية تانية اضطرت تضرب بنت في الحمام عشان سرقت شنطتها، وشافت كمان شاب وسيم في الكافيتيريا، ووارن قال لها إن ده هنري طالب في الجامعة جاي مكان مدرس الرياضيات. كل البنات في المدرسة عايزينه، فبيل هتكون ليها اللي بتنافسها لو حبت تطارده، بس عندها خطة. بتروح لهنري بعد الحصة وبتطلب منه دروس خصوصية في الرياضيات، وهنري بيوافق. في الوقت ده وارن بيروح يقابل المتنمرين اللي ضربوه خارج المدرسة، وبيبدأ يضربهم كلهم بمساعدة صحابه الجدد. لما يوصل السباك متأخر أكتر من 40 دقيقة، جوفاني بيبدأ يتعصب، مزاجه بيزيد سوء لما السباك يحاول يغير كل المواسير في البيت بشكل مش ضروري. جوفاني بيضربه بالأدوات اللي لقاها في القبو، وبعدين بيحط جسمه في عربية السباك وبياخده بيها للمستشفى، والدكتور هناك مش قادر يفهم إزاي جسم السباك فيه كسر في العظام بشكل كبير من مجرد وقوعه على السلم. في نفس الوقت روكو بيلاقي عيلة صاحب محل السمك وبيقتلهم كلهم عشان مش لاقي عندهم معلومات عن جوفاني. وجوفاني بيكمل في كتابة مذكراته وبيحكي عن ازاي كان بيهتم بحيه القديم في بروكلين. في النساء ماجي بتوبخ جوفاني عشان اللي عمله مع السباك، وجوفاني بيرد عليها بان هو يذكرها بالانفجار اللي هي عملته في المحل، وكلامهم عن ادمانها للنار بيحمس جوفاني، وبتقوى العلاقة بينهم لدرجة انهم بيبقوا قريبين جدا على الكنبة. على نهاية الاسبوع العيلة بتعمل حفلة شواء وبتدعي الجيران، وهي فكرة مش عجباهم قوي، لكن ستانفيلد طلب منهم يعملوها عشان يندمجوا أكتر مع المجتمع. ماجي بتسأل بيل عن هنري ده اللي دعته وبتذكرها إنها تستخدم وقاية، لكن بيل بتقول لها مفيش داعي للقلق لأنها مش هتعمل حاجة بسرعة في فصل دراسي، هتختار الوقت والمكان الصح مع حب حياتها. وارن بيوصل ومعاه شوية زجاجات صودا، وبيقول لمامته تبطل تطبخ أكل فرنسي وتعمل أكل أمريكي بدل كده، عشان ده اللي الجيران مستنيين. واللي كان عنده حق، الجيران جايين يشوفوا اليانكيز العجيب ومبسوطين بالأكل الغريب بتاعهم. حتى ديتشيكو وميمو مسموح لهم يخرجوا من مكانهم الخاص ويشاركوا في المتعة. اللي غايب عنهم هو جيوفاني نفسه، واللي بيل بتلاقيه في بيت الزرع مشغول في كتابة حياته. جيوفاني بيكتشف انه ندمان وانه ما كانش اب احسن لاولاده، وانه حطهم في مواقف صعبة، بس بيل مش موافقة وبتقول له انها شايفاه احسن اب في الدنيا، وده بيحسن مزاجه فبيرجع ينضم للحفلة، لكنه بيتنرفز تاني لما الجيران يبدأوا يعلموه ازاي يولع الشواية. جيوفاني بيتخيل طرق كتير يعذبهم بيها علشان قلة ذوقهم، لكن الحمد لله قبل ما يعمل اي حاجة غبية ستانفيلد بيوصل وبيقطعه. الاتنين بيتكلموا على انفراد، وستانفيلد بيقولوا ان الناس في البيت الابيض قلقانين من الكتاب اللي بيكتبه لانه ممكن يورط ناس كتير، لكن جوفاني بيطمنه انه بيكتبه لنفسه ومش ناوي ينشره، وبيأكد له كمان ان جوفاني لما بلغ عن لوكيسي كانت دي احسن دعاية حصلت للاف بي اي، ودلوقتي اعضاء كتير من عصابته القديمة بقوا يسلموا معلومات مقابل الحماية علشان يعيشوا حياة آمن. في نهاية الحفلة بيل بتتضايق ان هنري ما جاش. اليوم اللي بعده جوفاني بيروح يقابل العمدة علشان يتكلم معاه عن مشكلة المياه البنية، بس العمدة ما عندوش حل، وجيوفاني بيتخيله وهو بيضربه لكنه بيمشي من غير ما يعمل مشاكل. بعد كده بيروح لشركة المياه، وهناك بيتأكد ان المياه بتوصل لهم اصلا وهي وسخة، وواحد من العمال بيديه تلميح عن السبب، مصنع سماد محلي. جيوفاني بيروح للمصنع ده، ولما المدير يطلع غلس وما بيساعدش بيربطه في ظهر عربيته ويجره على الطريق لحد ما يعترف. الراجل بيشرح له ازاي يوصل للتوربينة اللي لازم يوقفها علشان المية تبقى نظيفة، ولما جيوفاني بياخد المعلومات اللي محتاجها بيسيب الراجل في نص الطريق مع عجلته، وبيقول له انه هيقطع له رجولته لو قال لأي حد على اللي حصل. ولما بيرجع البيت بيلاقي ستانفيلد قاعد بيقرا المذكرة اللي كتبها وعجبه الكلام، بس رغم كده بيلومه انه كتبها من الاساس. في الوقت ده ماجي لسه بتزور الكنيسة، والكاهن بيقنعها تعترف له بعد ما يوعدها ان كل اللي هتقوله هيبقى سري، لكن الكلام اللي قالته له كان مرعب لدرجة انه بيفضل متأثر بيه اسبوع كامل، وفي الآخر بيمنعها تدخل الكنيسة تاني للأبد. في المدرسة وارن نسي يكتب المقال اللي وعد الجريدة المدرسية بيه، فما بيبقاش قدامه غير 5 دقايق يسلم حاجة، فبيفتكر جملة قالها لوكيسي لما قابله وهو طفل وبيكتبها. الجريدة بتتنقل من ايد لايد وبتتقرا في الطيارات وبيستخدموها يلفوا بيها حاجات لحد ما توصل لزنزانة لوكيسي. الراجل العجوز بيفهم الجملة فورا وبيبعت رجاله على نورماندي علشان يلاقوا جيوفاني بأي شكل. بيل بتروح تزور هنري في بيت زميله، وبيوصل بينهم الموضوع انهم يعملوها ورا الباب بعد ما تقفله بالمفتاح. بالليل جيوفاني بيجيله تليفون من واحد من الجيران اللي حضروا حفلة الشوي،
وبيعزمه على فعالية شهرية بتعملها المنطقة. بيتفرجوا على فيلم وبعد كده يناقشوه، ولأن الفيلم الجاي هيكون كلاسيك أمريكي عايزين جيوفاني يجي ويقود النقاش بخبرته ككاتب. جيوفاني بيوافق، وبما ان الاف بي اي بيسمعوا كل مكالماته، ستانفيلد بيظهر بعدها بدقايق وبيقول له ان دي فكرة كارثية. جيوفاني مش بيوافق، وبيقول له ان دي طريقة حلوة يثبتوا بيها انهم مندمجين في المجتمع، وفي الاخر بيخلي ستانفيلد يوافق يجي معاه الحدث. تاني يوم مجلس المدرسة بيكتشف كل اعمال وارن الاجرامية والعنيفة، فبيرجع جاري على البيت علشان ياخد شوية فلوس واوراق مزورة علشان يهرب لباريس، ويبدأ هناك شغل غير قانوني زي ما ابوه عمل وهو عنده 13 سنة. قبل ما يمشي بيودع اخته اللي مكتئبة علشان وقعت في حب هنري، بس هو كان شايفها مجرد نزوة، ودلوقتي بعد ما اتخرج هيسافر يعيش في باريس هو كمان. جوفاني بيحط دمية مكانه في الكرسي علشان الاف بي اي يفتكروا انه موجود، وبيهرب من البيت علشان يزرع قنبلة في التوربينة اللي بتوسخ المية. بعد كده بيتقابل مع ستانفيلد وبيروحوا سوا لفعالية الفيلم، وهناك بيكتشفوا انهم هيتفرجوا على فيلم جود فيلس. ستانفيلد بيشوف ان دي بقت فكرة اسوأ دلوقتي، بس جوفاني بيقول له انهم لو مشيوا قبل الفيلم هيبقى شكلهم مريب اكتر. بعد ما الفيلم يخلص الناس بيطلبوا من جوفاني يشرح لهم مدى دقة الفيلم في تصوير نيويورك، وجوفاني مش بيقدر يمنع نفسه وبيبدأ يحكي قصص عن حياته هناك كرئيس مافيا، والناس بتفتكر ان الكلام ده كله خيال. ستانفيلد لسه مش عاجبه، وبما انه شايف ان جوفاني خرج عن السيطرة بيتصل بدي تشيكو وميمو وبيقول لهم يجمعوا العيلة ويبدأوا خطة الطوارئ. الخطة بقى في الوقت ده وارن قاعد في المحطة مستني القطر اللي هياخده باريس، وبيل واقفة فوق سطح بيت وهي بتكلم هنري وبتهدده انها هتموت نفسها لو مرجعش ليها. وفجأة الاتنين بيشوفوا مجموعة من رجال المافيا القتلة وصلوا المدينة، فبيقرروا يرجعوا البيت يحذروا اهلهم، خاصة لما وارن بيحاول يتصل بيهم ومحدش بيرد، لان ماجي وصلت للتليفون لما الخط اتقطع. رجالة المافيا بيدخلوا قسم الشرطة وبيقتلوا كل اللي فيه، وبيستخدموا السجلات علشان يعرفوا عنوان جيوفاني، وبيقتلوا كمان رجال المطافي، وبيقطعوا كاوتشات عربيات الإطفاء. في الوقت ده ماجي بتروح تقابل ديتشيكو وميمو علشان تسألهم عن ولادها لأنهم مش في البيت، وفجأة بيحصل انفجار في المدينة. دي القنبلة اللي جيوفاني كان زارعها واللي ظبط توقيتها علشان تنفجر دلوقتي ويستخدم فعالية الفيلم كحجة. ستانفيلد بيركب جيوفاني في العربية وبيرجعه البيت، وبيقول له ما يخرجش لحد ما يروح هو يكلم الشرطة. ماجي كمان عايزة ترجع البيت، بس أول ما بتخرج من المبنى بتشوف رجالة غريبة لابسين أسود، فبترجع جري مع ديتشيكو وميمو وبيحاولوا يتصلوا بجيوفاني لكنه مش بيرد على التليفون. رجال المافيا بيوصلوا بيت جيوفاني وبيفجروه وبيقتلوا أي جار يطلع يشوف فيه إيه، بس نشطم حظ جوفاني بينجو لأنه كان مستخبي في الجنينة بعد ما سمع نباح ملافيتا كأنه بينبهه. ماجي بتحاول تروح له، بس أول ما ديتشيكو وميمو بيقربوا من الباب واحد من القتلة بيقتلهم في ساعتها، وبيهدد انه هيعتدي على ماجي قبل ما يقتلها. في اللحظة دي جوفاني بيوصل وبيهجم عليه من وراه ويخنقه، وفي الوقت ده ماجي بتدور على سكينة وبتطعن بيها الراجل لحد ما تقتله. في الوقت ده القتلة التانيين مشغولين بيقلبوا في البيت وبيتخانقوا إذا كانوا يقتلوا الكلب ولا لأ، ووقتها وارن وبيل بيوصلوا وبيسرقوا شوية أسلحة من شنط عربياتهم، وبيبدأ تبادل إطلاق نار. وارن وبيل بيقتلوا أغلب المجرمين ما عدا روكو. وارن بيتضرب وبيفقد وعيه وبيل تجري عليه تشيله، فبيل بتسيبه وبتجري على أمل إن روكو خلص رصاصه، بس الراجل طلع عنيد جدا وبيجري وراها لحد ما ستانفيلد بيظهر فجأة ويدهسوا بالعربية. القتلة خلاص ماتوا كلهم، بس هوية العيلة انتشفت، فلازم يغيروا مكانهم تاني ويعيشوا بأسماء جديدة. بس جوفاني بيبقى مبسوط إنه أخيرا حكى حكايته للناس حتى لو هم كانوا فاكرينها تأليف. وبكده نكون خلصنا فيلم النهاردة اللي بعنوان ذا فاميلي 2013، ومع ملخص جديد وفيلم جديد. سلام.